باتجاه الجوير. الجوير يلعب كرة ممتازة، بونافنتورا ينطلق للأمام، يلعب كرة بعرض الملعب، عبد الرزاق حمد الله يسجل ثاني الأهداف، هدف يثبت أو ثالث الأهداف وثاني أهدافه، هدف يثبت أقدام الشبابيين أكثر في دور ال16. الشباب يوسع الفارق بهدف يرسم في صورة المباراة الآن التي تأتي تحت سيطرة الشبابيين بثاني أهداف عبد الرزاق حمد الله وثالث أهداف الشباب، ليؤكد الشباب على انتصاره في مباراة الليلة ويوسع الفارق بهدفين من أمام الخلود. هذه العرضية بونافنتورا يلعب مباراة رائعة، هذا الإيطالي بونافنتورا يلعب مباراة كبيرة بعد أن سجل الهدف الأول. اسيست رائع ولا في الخيال من بونافنتورا مع الكرة الماضية اللي لعبها باتجاه عبد الرزاق حمد الله، وفرحة شبابية بثالث الأهداف في هذه المواجهة، وبالتالي الشباب